ناس كتير سألتني ازاي بتقايت وبتتحرك وانت بتضرب من غير ما تجيب الماوس على الانمي ومن غير ما تغلط. يعني لو لاحظتوا هنا مفيش خطوة مشيتها غلط من غير ما اعمل مجهود اصلا. خلينا نشرح في الاول. في العادي ان انت لما بتيجي تلعب انت بتمشي كده وبتيجي تضرب في الانمي بتدوس عليه. طب نفترض ان انت في الفايت وهو بيجري اتحرك فانت دوست جنبه بالغلط، تروح ماشي ناحيته فخلينا الاول نقول ان مهم جدا ان انت تتعلم ازاي تقايت وازاي تخلي حركاتك مفيدة مش حركات تلقائية. الاول بتتعمل منين؟ اول حاجة تفتح الاعدادات. شايف الهوت كيس اول واحدة؟ اول واحدة عشان خاطر الناس اللي عاملة اللعبة بالعربي. هتنزل تحت اللي هي بلاي موفمنت، اللي هي تالت حاجة في الإعدادات هنا برضه عشان الناس اللي عاملة اللعبة بالعربي. هتجيب بلاي موفمنت وتنزل تحت تاني مربع اللي هو بلاي اتاك موف كليك، تاني مربع عشان الناس اللي عاملة اللعبة بالعربي. هتيجي على أول مربع قصادها وهتدوس عليها كليك شمال. بعد ما فتحت انت كده تقدر تحط الاوتو اتاك بتاعتك في اي حرف انت عايزه. انا حاطه في حرف الاي، في ناس بتحطه في حرف التي، في ناس بتحطه في السبيس، في وقت مكان ما تحب. بس انا بالنسبه لي انا الاي، لانه قريب من ايدي، لانه تحت الكيو اللي انت بتستخدمها دايما وكمان مش بتستخدمه في حاجه. بعد ما تدوس حرف الاي هتدوس سيف. بس انت كده تسجل عندك ان انت حرف الاي هو اللي بيضرب اوتو اتاك. فانا كده مش هضرب بالماوس نهائي، انا الماوس هتحرك وهدوس ايه. فانا كل اللي هعمله ان انا همشي بالماوس خطوه وادوس حرف الاي، همشي خطوه وادوس حرف الاي. بس هنا في مشكله. انت لو قصادك تلاتة تارجت مثلا او اتنين او ايا كان العدد، مش تارجت واحد، انت هتضطر ان انت تجيب الماوس قريب منه. مش هتجيبه عليه، لا مش لازم عليه. هنا انت حددت ان حرف الاي هيضرب في اقرب حاجه للماوس، ودي اسهل حاجه، مفيش اسهل من كده. يعني مش هيجيب لك حد تقول له اضرب لي في شامبيون معين هيضرب لك فيه، مفيش الكلام ده. بس دي اسهل حاجه. فانت هنا قصادك ثلاثة مثلا او اربعة زي كده، انا عايز اضرب في حد معين، فانا هدوس كليك يمين، همشي هنا وادوس حرف الاي على ناحيته. يعني انا همشي كده وادوس حرف ايه هنا، همشي كده وادوس حرف ايه هنا. فهنا حرف الاي بيضرب في اقرب حد للماوس، مش لازم تجيب الماوس عليه بالظبط، او لو حد واحد بس في الشاشة، وهي دي الميزة. مش لازم تضرب في حد اصلا، زي ما انا عملت في فيديو في مالفايت اللي فات بكوجماو وانتوا سألتوني فيه، فعشان كده حبيت اشرح الموضوع ده. فزي ما قلنا تتحرك خطوة وتدوس ايه، تتحرك خطوة وتدوس حرف الايه، مش محتاج تجيب الماوس عليه. مش هتضرب اصلا بالماوس عشان خاطر ما تمشيش ناحيته. يعني انت خلي مشيتك بعيد وحرف الايه هو اللي قريب من الشمال. هنا انت اصلا مش هينفع تمشي ناحيته، لان طول ما في حد في الشاشة حرف الايه بيضرب. بس ما فيش حد في الشاشة هتلاقيه بيمشي عادي جدا، يعني انت ممكن تمشي بحرف الايه زي ما انتم شايفين كده. لكن طالما في حد في الشاشة حرف الايه لازم يضرب. مستحيل تمشي ناحيته بالغلط بقى في الحتة دي. ودي ميزتها. الموضوع ده هيكون متعب في الاول، هتحس ان انت مش عارف تتعود او مش عارف تتأقلم، غريبة بالنسبة لك. بس ده عادي لان ده حصل معانا كلنا، اي حد جه يتعلم ان هو يقيد باي حرف في الكيبورد الموضوع معاه من الاول كان متعب. بس مع الوقت هتلاقي نفسك بقيت لعيب غصب عنك، بتعرف تقايد، بتدوج سكيلات الانمي من غير ما تاخد بالك اصلا، لان خلاص انت اتأقلمت على كده. فحاول تغير لعبك ليها، صدقني هتفرق معاك كتير فيما بعد حتى لو تعبتك في البداية. وبس كده، ده كان فيديو سريع عشان خاطر الناس اللي سألتني الفيديو اللي فات، وده اللي انا بعمله، باخد من كومنتاتكم واعمل فيديو. وتشجيعك هو اللي بيخليني استمر في فيديوهات الشرح دي. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت، تقول لي مثلا عايزني اشرح لك ايه الفيديو الجاي، واعمل منشن لصاحبك اللي بيلعب اي دي سي وبيقف يضرب زي التلاجة. وبستريم يوميا من 10 بالليل لحد الصبح على تيك توك وتويتش، اللينك في الكومنتات والاسم قدامكم على الشاشة. وشكرا.